مرحبا بكم معايا. اليوم تاني غادي نحضروا طبق مغربي اصيل. الكيلو ونص ديال اللحم غادي نحتاج البصله كبيره، غادي نطحنها في كاس ديال الماء. في التوابل غادي نحتاج الكركم، القرفه، الابزار اللي هو الفلفل الاسود، الزنجبيل، وكذلك القزبر حبوب اللي كنكون حمرته وطحنته من قبل، والملحه بطبيعه الحال. كيف ما شفتوا ما غاديش ندير الزيت، غادي ندير غير الماء بوحدو في الاول ديال المرحله. من بعد غادي ندير اللحم. ديروا اللحم وكثروا كيف ما قلت لكم. دابا درت كيلو ونص. الا عندكم عراده او لا مجموعه من الناس فايته العشرة او لا 10، ديروا 4 كيلو ونص ديال اللحم باش منين يطيب يلاه يجيكم مزيان في الحطه. من بعد ما خليته شويه تشحر غادي نزيد عليه قبيطه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نديروها مقبطه ما نقطعوهاش باش من بعد نحيدوها. غادي نضيف كاس ديال الماء كبير يكون سخون اولا مغلي، وغادي نخليه يطيب. من بعد غادي نوجد البرقوق. انا كناخذ ديما داك النوع اللي كيكون صغير وما فيهش العظم. غادي نضيف عليه السكر والقرفه والماء وغادي نخليه يطيب ويتعسل. هنا عندي الاناناس في جوج ديال الانواع، تقدروا تلقاو اللي فيه غير الماء طبيعي وغتلقاو اللي فيه هذاك السيرو كيكون حلو. الا كان فيه غير الماء طبيعي غادي ديروه وغادي ديروا معاه السكر. الا كان الاخر حلو ما غادي تحتاجوا السكر، غادي ديروا باقي المكونات اللي هما معلقه ديال الزبده. هذوك مشيميشات لقيتهم في الثلاجه ملي مشيت نجيب الزبده حتى هما جبتهم. وغادي ندير عويد ديال القرفه. هنا ما غاديش نديرها غبره باش ما تاثرش على اللون ديال الاناناس. هنا من بعد ما طاب اللحم نص طيبه غادي نزيد عليه زيت. انا كنستعمل ديما زيت الزيتون البكر، وغادي نضيف عليه هذاك الماء ديال البرقوق اللي عسلته فيه، هو كيعطيه داك اللون ديال التحميره والتعسيله. كيصاوب ليه حتى المذاق. كاين الناس اللي كيديروا معلقه ديال السكر في الاخر باش يعسلوا اللحم، ولكن انا كنفضل الماء ديال البرقوق اولا داك السيرو اللي خرج لينا منه. هادو اللحيمات من بعد ما طابوا وتعسلوا كيجيو كيشهيو. وهذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. جربوه وكلوه بالصحه والراحه. مو مشانشي مشان صحتكم يا غوالي.